على المستوى الدولي الاحترافي عنده طموح كبير للفوز، ولكن عودتنا منافسات كاس العرش على ان الفرق وانديه تعطي كذلك دفعه قويه لفريق الجيش الملكي مستوى الدوري الاحترافي الثاني. صاحب انه كنقول انه ابتعد بشكل كبير عن الاستاد المغربي بهدف لا شيء. اذا تعطى الانطلاقه ديال المباراه نتمنوا بان اللقاء يقدر معاه تبدا المحاوله احتراف انطلاقه، هناك تحرك ديال طيب بوخريز دخول داخل منطقه فرصه وتدخل الحارس اذا ايوب معموري لعبت كره ممتازه مشات فوق المرمى. فرصه بواسطه اخر لقب 2021 امام المغرب عن تطواني. نفذ الخطا لعبت كره خطيره تدخل الحارس مهدي بن عبيد. وعلى الحارس مهدي بن عبيد نتابعوا التمريره، لاحظوا تقريبا 3 أو 4 ديال اللاعبين امام المرمى. ترخات وجود زهير ماروت، رفعت الكره البحث عن الراسيه، تدخل دفاع خطوره متواصله، فرصه وتدخل الدفاع. تسديده لعفتيد تلعبت الكره، تدخل ديال محمد امين بدراوي ثم هو اللي بعد الكره وابعد الخطوره بعد تسديده ديال عبد الفتاح حذراف في 2021 في 22 فكان حتى الرتبه الثالثه. هذه فرصه محاوله تسديده عبد الفتاح حذراف، دائما فرصه فريق الجيش الملكي. مشى الكره في الجهه اليمنى، طيب بوخريز رفعت الكره، هذه فرصه راسيه والتدخل الحالي تم تقصيرها بلاعبي فريق الجيش الملكي. يوسف عربيدي يمر على مستوى الجهه اليسرى، ايمانويل رفع الكره، هذه محاوله تومي سونغ الصافره ديال الحكم امين زحزوح راسيه، تدخل الدفاع دائما خطوره. تمريره من امين زحزوح، طيب بوخريز هذه فرصه لفريق فريق الجيش الملكي داخل منطقه جزاء حتى الكره، طيب بوخريز تمريره راسيه، تدخل الدفاع دائما خطوره. ايمانويل امكانيه تسديده مرات جانبا. لاحظوا رفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، تدخل لابراهيم ايت حمو ثم تسديده زين الدين الدراق مشات جانبا من القائم الاي. تمريره طيب بوخريز بالجهه اليمنى رفع الكره، فرصه راسيه مرات جانبا. بوخريز نتابع هذا العمل اللي قام به طيب بوخريز، رفع الكره ارتقاء ديال عبد الفتاح حذراف ولكن ما ركزش في الكره الاخيره مرات جانبا لانه كان مضيق. طيب بوخريز رفع الكره الراسيه مرات جانبا، الراسيه مره اخرى يعني قادم لفريق الجيش الملكي. يمكن هي مساله وقت. لاحظوا الفرصه اخرى تمر جانبا من القائمه تقريبا 6 لاعبين داخل منطقه الجزاء. لعبت كره البحث عن الراسيه مرات جانبا، الراسيه مرات الكره تمر جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس محمد إدار. امين زحزوح يسدد والكره تمر جانبا، الكره في الزاويه واحده لاولمبيك تيرا. لاحظوا التنفيصه، امين زحزوح تمريره لزين الدين الدراق، غادي يسدد تسديده مشات فوق المرمى بالتالي كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الجيش الملكي لانه امام هذا يعني الشكل اللي كنتابعوا الطريقه باش لعب فريق اولمبيك تيرا. اولمبيك خريبكا فاز بلقب. هذه فرصه محاوله ولكن التسديده ما كانش بشكل اطار وطني. تبادل المحاوله، ايمانويل دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه تمريره تدخل واندي ايمانويل. لاحظوا المجهود اللي بذل الدخول داخل منطقه الجزاء، استغلال الكرات الثابته، لعبت الكره الراسيه كان ارتقاء دائما محاوله تدخل الدفاع وتدخل تومي سونغ العربي الناجي. لعبات الكره الراسيه مرات جانبا، اللي ما كانش تركيز في الكره الاخيره. لاحظوا تومي سونغ الراسيه الكره مرات جانبا، محاوله شكل عند يوسف عربيدي انطلاقه ديال يوسف عربيدي كيرفع الكره، فرصه وتدخل الحارس محمد إدار. حاول يرفع الكره مشات مباشره للمرمى، شكلت خطوره واضحه. تدخل الحارس محمد إدار اللي تمكن من التصدي للكره. فريق اولمبيك تيرا نتابعوا المحاوله، امكانيه تسديده ولكن مباراه محليه اخرى واجه ستاد المغربي منتصر كثير اهداف مقابل. هذه فرصه ومحاوله لفريق فريق اولمبيك تيرا، دخول داخل منطقه الجزاء، تمريره وتدخل. اذا خروج تومي سونغ، دخول احمد حموده، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه راسيه والهدف. هدف بواسطه ربيع حريمات. انتظرنا العبيد ربيع حريمات حتى يحرر لاعبي فريق الجيش الملكي في حدود الدقيقه 74. بكتيرا على مستوى الدفاع كان يعني قيم حراسه على كل اللاعبين. هنا الخروج ديال وارتقاء ديال محمد ربيع حريمات لوحده يتمكن من تسجيل صراحه امكانيات مهمه لهذا اللاعب. لاحظوا لوحده يتمكن من وضع الكره في الشباك وهدف اول. تابع هذا الخط ايوب بن عدي غير اتجاه الكره في الجهه اليسرى، هذه فرصه داخل منطقه الجزاء، خروج حارس فرصه وابعاد الكره. الحكم كيعلن ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء. مرة أخرى نتابع هذه الفرصة، لعبات الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء دي بن عبيد ثم تدخل ديال المدافع أنور ترخات. الحكم اعتبر بأن كان هناك لمسة يد ديال تنفيذ هذه ضربة جزاء. أيوب معموري
ايوب معموري يسجل. ايوب معموري يسجل هدف التعادل لفائده فريق اولمبيك تيرا. فرحه كبيره للاعبين وللطاقم تقنيا، وهدف جاء في دقائق مهمه من المباراه. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال الجماهير موري والمدرب هشام النويسي. اختيار ديال الزاويه كان بشكل ممتاز، يتمكن من وضع الكره في الشباك. اذا هدف تعادل. المباراه الان اصبحت متكافئه. في جهه اليسرى حمودان سرعه حمودان دخل داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله ومشات فوق المرمى. الكل اعتقد بان الكره غادا للشباك. نتابعوا احمد حمودان تمريره لامين دياكيتي لوحده يسدد. الكره مشات فوق المرمى. بالتالي تمت الكره طويله داخل منطقه الجزاء، تدخل فرصه ايمانويل هذه المحاولات. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. هنا الخطا على مستوى ابعاد الكره توصلت لايمانويل ايمانيشيموي. لاحظوا علاء الدين اجري بعد التكوين والتكوين الكره بجد وصل ايمانويل ايمانيشيموي رفع الكره، فرصه راسيه مشات فوق المرمى. محمد ايدار. نتابعوا التمريره ديال ايمانويل ايمانيشيموي. الثقه ديال لاعب حريبات المرمى فارغه. هذه فرصه ومحاولات. لعبت الكره مباشره مرت جانبا. فريق الجيش الملكي كنقول ان المباراه مازال ما انتهتش. لعبت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، وقلت بان المباراه مازال ما انتهتش، والجواب جاء سريعا من طرف لاعب محمد ربيع حريمات، وكانه يجيبني يعني بهذه الطريقه وبهذه السرعه. قلت بان المباراه مازال ما انتهتش، لان مازال كل شيء وارد. والجيش الملكي لاحظوا من جديد تمريره ممتازه. ربيع حريمات في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. وهدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي. قد يكون هدف التاهل من راس ربيع حريمات، يعني لاعب امكانيات كبيره، لاعب صراحه لزين الدين ادراك. مازال سقف ارضيه الملعب. تبعد المحاوله، تسديده مشات فوق المرمى. تسديده اولمبيك تيرا. تبعد الفرصه، تسديده قويه مرات فوق المرمى. يعلن على نهايه المواجهه بفوز وتاهل فريق الجيش الملكي للدور نصف النهائي بعد هدفي وثنائيه ربيع حريمات اللي تمكن من قياده فريقه للدور نصف النهائي ومواجهه فريق المغرب الفاسي. فريق اولمبيك تيرا صراحه اللي قدم مستوى طيب خلال هذه المباراه. كما قلت الجيش الملكي سيواجه خلال الدور نصف النهائي فريق المغرب الفاسي.